السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي افضل حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض خبز التميس او عيش التميس بالزاي او بالسين. حاجة كده حلوة جدا على السحور وكمان على الفطار. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية، بيتباع بره باسعار عالية جدا وهو سهل قوي قوي، وهتحضريه يعني بسهولة جدا. يا رب كده الفيديو يعجبكم، حطوا له لايك وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل لو اول مرة بتشوفوني. واهلا وسهلا بيكم طبعا، وسيبوا لي كومنت صغير منكم، قولوا لي من اي بلد عشان ادخل وارحب بيكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفيديو مع بعض. اول حاجة، ده معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، حطيت باكت من الخميرة الفورية 8 جرام يعني بيعادل معلقة كبيرة، وحطيت معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبدأ كده اقلب المواد الجافة كلها مع بعض. هسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف عشان تسهل عليكم. قلبت كده كل المكونات كويس جدا. بعد كده هنزل بكوباية كده من المية الدافية، بس لازم انزل بيها تدريجي، ما ينفعش ابدا نضيف السوائل على الدقيق مرة واحدة، لازم ننزل بيها تدريجي كده عشان الدقيق يكون معانا عرق ويدينا كده عجينة طرية جدا. ببدأ كده انزل تدريجي واقلب شوية. بعد كده بشيل المعلقة وببدأ كده اعجن بايدي والم العجينة بايدي، زيها زي اي عجينة مخبوزات او اي عجينة عيش، لازم تتعجن كويس جدا لحد ما تبقى طرية. يعني العجينة لازم تكون طرية معانا جدا ومش بتلزق في الايد. لازم نعجنها كده فترة كويسة، يعني حوالي 10 دقايق. تمام. اخر حاجة بحط لها كده معلقة من السمنة كده، نحط لها معلقة سمنة بلدي او تحط لها معلقة زبدة او معلقة زيت، اي حاجة متوفرة عندك. وببدأ كده اعجنها كويس جدا مع السمنة وادخلها فيها كده. لما تتعبي كده من العجين، غطي كده العجينة بكيس بلاستيك وسيبيها شوية، وبعد كده ارجعي اعجني فيها زي ما انا عملت كده. هتلاقيها بتتعجن معاكي بسهولة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين ما بتاخدش وقت خالص. لما بنيجي نعجنها كده على الرخامة بتلاقوها بتتعجن معاكوا سريع قوي، لحد ما وشها كده يبقى ناعم كده معايا وخلاص. بضغط عليها كده، شايفين؟ بتلاقيها كده مش بتعمل اي تشققات ولا حاجة، يبقى هي كده مظبوطة جدا جدا، والدقيق كده اداني عرق المظبوط. هبدأ بقى كده احط لها معلقة واحدة كده بس من الزيت او نقطة كده من الزيت وبدهنها كده كويس. وبعد كده بحط على العجينة نفسها كيس بلاستيك. تمام. طبعا احنا دهنا الزيت ده عشان ما تلزقش معايا في الكيس، بس الكيس بيساعد ان هي تخمر معاكي بسرعة. تمام. يعني بيسخن كده البولة، بيخليها كده تخمر معاكي بسرعة. وبغطيها كده بغطا او بفوطة واسيبها كده في مكان دافي. انا سبتها حوالي ساعة في الجو اللي احنا فيه ده. تمام. لحد ما ملت كده البولة معايا وحجمها اتضاعف زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده اديها خبطة كده في النص او بوكس كده محترم لحد ما تهبط معايا. بعد كده بهبط التخمير منها خالص. باخد كده بقى العجينة عندي واقسمها نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين انا هقسمها نصين لاني هعملها على رغيفين كبار. لو حابة تعمليها على 3 او 4 مفيش اي مشكلة. تمام. انا عملتها على رغيفين بس كبار، بس هي ممكن تعمل معاكي 3 و4 ارغفة كمان لو حابة. بنقلهم بقى كده في طبق وبغطيهم بالكيس زي ما شفتوا كده. بعد كده بجهز الصواني بتاعتي. انا هعملها طبعا في صينيتين عشان عاملة رغيفين 2 كبار. تمام. باخد كل صينيه كده وادهنها كده باي ماده دهنيه بالشكل ده كده عشان ما يلزقش معايا ولا في الحواف ولا كمان في القاعده بتاعه الصينيه من تحت زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن تعمليه في صينيه مدوره او صينيه مستطيله زي ما انت حابه، يعني مش شرط خالص انه يكون مدور يعني. بفرده كده شويه بالنشابه زي ما انتوا شايفين. اخد واحد واحد كده وافرده كده بسمك كده متساوي زي ما نكون بنعمل بيتزا بالظبط. بعد كده بحطها في الصينيه وببدأ كده بصوابعي وافردها كده. تمام. هتلاقوها برضو مش بتتفرد للاخر معاكم، اركنها على جنب وابدأ كده اجيب الصينيه التانية واجيب قطعه العجين التانية وابدأ افردها لحد ما العجينه الاولانيه تكون ريحت شويه. واخدين بالكم؟ يعني انا بسيبها كده شويه لغايه ما افردها تاني. شايفين؟ انا كده فردتها بس شويه. هحطها في الصينيه ونسيبها كده شويه، او لو لقيناها كده بتأستك معانا ولسه مش راضيه تتفرد للاخر بنركنها على جنب شويه ونبدأ ناخد التانية ونفردها. تمام. دي كده خلاص انا كنت سبتها دقيقتين كده، فجيت افردها كده في الصينيه. شايفين؟ بتتفرد معاكي بسهوله جدا وتملى الصينيه، يعني نفس التكنيك اللي بنعمل بيه البيتزا. تمام. بعد كده بجيب كده شوكه وبخرم بيه العجينه بالشكل ده كده عشان احنا مش عاوزينه ينفش قوي كده ويكبر، الا لو انتوا بتحبوا النوع ده من المعجنات. تمام.
لكن هو الاصل بتاعه انه بيتخرم كده بالشوكة. بعد كده بندهن الوش بتاعه يا اما بمعلقه من السمنه البلدي او معلقه من الحليب او معلقه من القشطه، اي حاجه متوفره عندك. انا المره دي دهنته بمعلقه من القشطه. وبعد كده بصوابعي زي ما انتوا شايفين كده ببدا اعمل فيه اللي هي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط في الفيديو. تمام، ببدا انغزها كده بصوابعي زي ما انتوا شايفين. تمام، بعد طبعا ما كنا عملنا بالشوكه ودهناها كويس. بعد كده شويه كده من السمسم ورشه كده من حبه البركه. تمام، ممكن كمان تقطعوا كده زيتون قطع صغيره خالص وتحطيه، يعني تحطوه كده في العجينه او تغرزوه كده في العجينه من فوق زي ما انتوا حابين. انا حطيت كده سمسم وحبه البركه. شايفين سهل قوي بسيط في التطبيق بتاعه، مش متعب ولا يعني مش صعب خالص في التنفيذ. تمام، مش بياخد منك وقت خالص غير الوقت اللي هو بتاع التخمير العجينه، مش اكتر من كده. طبعا انا مسخنه الفرن قبل ما ابدا كده اشكلهم واحطهم في الصواني. كنت مشغله الفرن عشان يسخن على درجه حراره 200. تمام، درجه حراره اعلى من المتوسط بشويه، درجه حراره 200. وهبدا ادخل معايا الصواني على الرف اللي في النص لحد ما تاخد لون ذهبي كده من تحت. نرفع كده الرغيف كده بمعلقه او حاجه ونشوف ونتاكد ان اخد لون ذهبي من تحت. بشغله الشوايه عشان ياخد لون كمان من فوق ذهبي كده وحلو. مش بياخد وقت في الفرن نهائي، زيه زي البيتزا كده بيستوي معاكي بسرعه جدا جدا. اول ما تخرج كده معايا الصواني من الفرن ببدا كده اغطيها بفوطه تكون نظيفه مخصصه للمعجنات، وفوق الفوطه كيس بلاستيك، وبنسيبها كده يعني لغايه ما تبرد خالص خالص عشان تفضل كده طريه معانا وما تنشفش منك ابدا. يفضل كمان تديها كده بخاخ ميه كده، بخاخه كده فيها ميه نظيفه، وترشيها كده بالميه وبعد كده تغطيها بالفوطه وبعد كده بالكيس البلاستيك. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. شايفين طري وجميل جدا جدا، جربوه للسحور، متأكدة ان هو هيعجبكم جدا جدا.